السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش جاي متأخر طبعا. الماتش كان يوم الجمعة، لكن أنا كنت نبطش امبارح. مبدئيا الحمد لله. يوم الجمعة بعد ما صعدنا للنهائي، ناس كتير من رؤسائي في الشغل وناس كتير من قرايبي اللي على مستوى الجمهورية في أسوان وفي إسنا وفي اسكندرية وفي كذا مكان بيتصلوا وبيهنوا وبيباركوا الناس اللي شغالين حوالين المستشفى في السوبر ماركات وفي المحلات وفي القهاوي كلهم برضو بيباركوا. ده معناه انه الناس بدأت تصدق فعلا انه في مشجعين حقيقيين لبيراميدز، ودي حاجة كويسة خالص. الحمد لله ان احنا وصلنا لها، ان الناس بدأت تقتنع بالفكرة. الحمد لله. طيب، نمرة اتنين بقى نتكلم عن ماتش الأهلي وصن داونز فنيا. يا اخوانا، الأهلي من زمان سيء جدا، لكن الفكرة إنه الأهلي كان بيكسب بروحه وبتاريخه وبقيمة التيشيرت بتاع النادي الأهلي. ده اللي كان بيخلي الأهلي يكسب، فما كانتش الناس حاسة بالكارثة اللي موجودة. أنت بتلاعب صن داونز، وفي الشوط الأول صحيح جبت جون، بس لما الجون جه نص ملعب صن داونز كله ما فيهوش غير اتنين لعيبة من لعيبة النادي الأهلي، فأنت جبت جون على أرضك وسط 80 جمهور من هجمة مرتدة. فدي مشكلة كبيرة موجوده في النادي الاهلي من بدري. وتوظيف اللعيبه، وانت بتشتري واحد زي اشرف بن شرقي بتاع عضو احتياطي، توظيف اللعيبه، لاعب زي امام عاشور بيلعب رقم 8 ممكن يلعب رقم 10 بس يتاخر شويه، انت بتلعبه سكند سترايكر، مشكله كبيره، او جناح. ففي حاجات كتير في الاهلي محتاجه تتظبط، ومش كلها عند كولر. طيب، على ذكر كولر بقى، اللقطه الاخيره بتاعت كولر بصراحه لقطه سيئه جدا، خصوصا ان ما فيهاش احترام لا لتاريخ الراجل ده ولا لسنه مع الاهلي في الفتره اللي فاتت. طيب، نيجي نتكلم بقى على بيراميدز. الحمد لله اللي حصل في الماتش. اولا الروح العاليه، وده بان قوي في لقطه الهدف الثاني اللي جابه اورلاندو. يعني انت بيدخل فيك جون وتبقى نتيجه 2-1 على ارضك ومحتاج تيجي جونين. الكره وهي بتدخل الجون، بعد ما دخلت احمد سامي جري على طول ياخد الكره ويرجع يحطها في نص الملعب. لا، احنا هنتعادل، احنا هنرجع. الروح دي كانت موجوده ومسيطره على كل الفرقه. يحسب ليوريتيتش النزعه الهجوميه في الشوط الثاني بعد ما كانت النتيجه 2-2. احنا كنا بنلعب باثنين مهاجمين، فيستون مايلي ومروان حمدي، وعلى يمينه مصطفى، وعلى شماله صديق الجوله، وتحت منهم رمضان. انت بتهاجم يعتبر بست لعيبه، بما فيهم وليد الكارتي، ويمكن كمان الشيبي وحمدي بيكملوا. فكل الفرقه كانت بتهاجم. دي لقطه حلوه خالص بالنسبه ليوريتيتش. لكن السلبيات اللي كانت في الماتش، اولا وليد الكارتي بعيد خالص عن مستواه، ومش ده وليد الكارتي اللي احنا نعرفه، ويمكن علامه استفهام لانه احتمال كبير انه يبقى ده اخر موسم للكارتي معانا. المشكله الثانيه الجبهه الشمال، في غياب ابراهيم عادل الجبهه الشمال بتبقى معطله تماما تماما، وده بيأثر سلبا على فكره على مصطفى فتحي، لان مصطفى فتحي عشان خاطر تاخد منه اداء كويس لازم الهجمه تبدا من الناحيه الثانيه مش تبدا من عنده. فدي مشكله كبيره في غياب ابراهيم عادل. كريم حافظ مش قادر يملى المكان ده، وللاسف هو مش بيعتمد على صديق اوجولا، ويمكن برضه صديق اوجولا امكانياته مش زي ابراهيم. يعني هو مش جناح اللي هو بيستلم الكوره ويحضر ويلعب زمايله، على قد ما هو جناح هجام، يعني زي يأدي كانه سكند سترايكر على الجون كده. زي لو تفتكروا مؤمن زكريا كان زمان عنده نفس القصه. في برضه ازمه تانية وهي غياب التسديد. مفيش حد بيشوط، يعني مفيش حد بيشوط خالص طول 90 دقيقه. مفيش غير كره واحده بس شاطها مصطفى فتحي، وشاطها قلشه كده، جت من بعيد. لكن ولا الكارتي كان زمان بيصوب مش بيصوب، مهند لاشين كان زمان بيصوب مش بيصوب، مصطفى فتحي كان زمان بيصوب مش بيصوب. غياب التسديد ده بيقلل الفرص بتاعتك وبيقلل الحلول. لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه بيراميدز ياخد الكاس والدوري ودوري ابطال افريقيا.